أورام الكبد في الحقيقة بقت مشكلة قومية مصرية. مصر أكبر بلد في العالم بتعاني من فيروس سي وتوابعه التي هي ورم الكبد. ورم الكبد أصبح مشكلة قومية كبيرة، والحقيقة الجراحات فشلت في إنها تعالج هذا الموضوع وتقضي عليه. بس لازم نبقى عارفين إن 10% فقط من مرضى أورام الكبد ممكن يستفيدوا من عمليات الجراحية استئصال الورم، وهذا لا يمنع أيضا عودة المرة الثانية حتى بعد استئصاله. ولذلك في هذا الخضم لازم يكون في حاجة تانية. طالما الجراحة ما قدرتش تأدي هذا الدور المنوط بيها، يبقى لازم يكون في حاجة جديدة. ظهرت عمليات زراعة الكبد، عمليات مكلفة جدا وتناسب عدد قليل جدا 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 من المرضى. إذن الحل ما هوش جراحي، يجب أن يكون هناك علاج آخر.